يبحث عن التسديد، وممتاز بولكسوت، ممتاز، يتوج مجهوداته في هذه الجولة الأولى بتسديدة أكثر من رائعة، يقدم نفسه بشكل ممتاز بولكسيرا في هذه الجولة الأولى لفائدة المنتخب المغربي. عماد الرياحي في القائمة الثانية، لا زالت الهجمة، لا زالت عسال يلعب كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء في القائمة الثانية، هي جول الكابيتانو ربيع حريمات في المكان المناسب، ربيع جابها، ربيع حطها، ربيع نعم يضع في الشباك. 1-0 في توقيت ممتاز للغاية. ربيع من غير الكابيتانو حضر في المباراة الأولى هو يسجل في المباراة الثالثة أمام زامبيا. مرفوعة الكرة في القائمة الثانية، التحضير مثالي والإنهاء أكثر من رائع يا ربيع حريمات. فعلا زامبيا حرمتنا من الهدف في 45 دقيقة، لكن ربيع حريمات هذه المرة طريقه نحو الشباك. شوف الإعادة، شوف العرضية من بالعمري على المقاس، ميري حطها والتموضع ممتاز لربيع حريمات. يقول نحن الأفضل ونحن من المنطقي والطبيعي أن نخرج متفوقين مع نهاية الشوط الأول. مدروسة وافرح يا سكيتيوي، عايش الضغط سكيتيوي المحلي في هذا الشان. هناك اعتبارات على مستوى التنقيط في الفيفا بين انطلاقة الجهة اليمنى لفائدة لاعب بولكسوت، يوسف ميري، يوسف البينية، أسامة المليوي سدد، وحارس المرمى موانسا في أول ضربة مع سيكون هناك توجه آخر، لكن يدرك طارق بأنه التأمين رهيب. الثاني والثاني قريب يا بولكسوت، رائع يا بولكسوت، نفس الإصرار ونفس المخزون اللياقي على مستوى الشوط الثاني. نتوقع بولكسوت يتقدم ناس، محاولة المرور في خطأ، الكرة بينية ممتازة والطريق مفتوح، التسديد والكرة تتحول بعد ذلك إلى حارس المرمى. هذا المليوي، لا أعلم من كان المليوي عنده المجال. ربيع حريمات يترصد، يتحين، كرة عالية بالراس مرة جانبية. برافو حاول يلعب مروان الوادني، هذا هو الوادني، إصرار كبير من مروان. يذكرنا بالهدف الثاني على الجهة اليمنى، السلام على الطول للسلام هنا بالعرض يا أناس هنا على الصورة في كرة على مستوى القائمة الأول الدفاع، ونشوفوا أناس باش يدخل منطقة جزاء هنا بالكرة بالعرض في القائمة الثانية. يا عماد الكنترول هنا، الكنترول لم يكن ناجح من عماد، وتطول بعد ذلك إلى ضربة مرمى. ذلك يعني حتى في الفئات السنية على فكرة. انطلاقة من الجهة اليمنى، السلام وعرضية المليوي، الكرة أوت إلى ضربة مرمى. يعني هذه السنة تأكيد بأن الأطر المغربية ذات كفاءة عالية جدا سواء داخل المغرب أو خارجه. السلامي والتأهل المونديالي التاريخي مع منتخب النشام الأردن، يعني معناه المونديال القادم سنشاهد مدربين، وهذه سابقة، مدربان مغربيان، أطر مغربية. الكرة وانطلاقة من الجهة اليسرى، وذكرت الأولمبية الميدالية التاريخية مع طارق السكتيوي. رتبة انتبه يا الأحرار، والحكم يقول فيها خطأ. المهدي الأحرار على الصورة، حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي، المكسب والخليفة لأناس الزنيتي على مستوى كتيبة النسور. الإعادة مرة أخرى، الأحرار على مرتين، هذه منطقة الحراس، الاحتكاك هنا واللمس يساوي خطأ لفائدة الأحرار. كل التوفيق بالمناسبة لوليد الركراكي في البدني وبعطائه الذي لا يتوقف ما شاء الله عليه. أشرف حكيمي، الذهب للذهب، هذه العرضية، صوت أناس باش، العرضية، دخول، إمكانية التسديد، الثاني أيتور خان، الثاني لا زالت أيتور خان، والركنية بعد ذلك يا عماد. الكرة بالراس مرة أخرى في القائمة الأول، الدفاع أنس يا أنس، البينية يا أنس، واصل على الطرف الايسر، وحذر من المرتدات، حذر من الانطلاقات، وهناك كرة مرة أخرى فيها خطأ يقول الحكم.
كرة يقول الحكم لفائدة منتخب زامبيا. هل يحتسب الهدف لمنتخب زامبيا؟ هل يحتسب الهدف لمنتخب زامبيا مشاهدينا الكرام؟ إذا 1-1 والحكم يرفض الهدف. نعم، على اعتبار أنه هناك خطأ. شفت حركة الحكم واتجاه الحكم للمخالفة اللي ارتكبت داخل منطقة جزاء. سنتابع الإعادة مرة أخرى. طبعا لاعبون زامبيا يفرحون في هذه الأثناء، يحتفلون في هذه الأثناء، بينما الإعادة مرة أخرى. التدخل كان موجود، الخطأ كان موجود. مروان الوادني، شوف الإعادة هنا، الارتقاء والتدخل في حق الوادني، والخطأ كان موجود فعلا، خطأ كان موجود. هذه الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة مرة أخرى. لحظة سقوط مروان الكثر. هنا الكرة البينية في المساحة ملعوبة. يلا الثاني سينهي كل شيء، الثاني سيحسم الأمور. هذا هو ميري يرفع كرة بالراس، والهدف الثاني يا أسامة المليوي. أسامة جابها في الشباك. 2-0. الثاني يقربنا من الانتصار. عرضية يا سلام، عرضية على المقاس وبالراس حطها في الشباك. 2-0 في ظروف صعبة ضغط فيها زامبيا، ولكن ردة الفعل كانت أقوى. يا طارق يا سكتيوي، هات الصورة، هات الإعادة، هات. هنا أسامة المليوي يعانق السحاب، يعانق المجد، يعانق السحاب. نعم، في لقطة جميلة جدا وفي ارتقاء رائع. هذه الإعادة، هذه الكرة، اللمسة من أسامة، بل ميري طلب الكرة من أسامة المليوي. يا سلام على الارتقاء، يعانق السحاب أسامة، وبالراس يضع في الشباك من بركاني لبركاني. هنا ميري، أسامة المليوي برأسية مركزة، لم يترك أي أحد لحارس المرمى موانسا. برافو يا المليوي، أهداف يا المليوي بذكريات لأسامة المليوي مميز. الهدف. زامبيا تقلص الفارق، زامبيا تقلص الفارق في هذه اللحظات. ردة فعل زامبيا كانت سريعة جدا، ردة فعل زامبيا كانت سريعة عن طريق من؟ عن طريق لاعب أندرو فيري البديل. يقلص الفارق في غفلة وفي عنصر مباغتة. زامبيا تقلص الفارق مع دخولنا لل20 دقيقة المتبقية مشاهدينا الكرام. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة المرفوعة، وهنا سوء تغطية من الجهة اليسرى، سوء تغطية من الجهة اليسرى. هذا مكانك يا بالعمري. عسالي يلمسها، لا حتى تابع فقط فيري. إذا 2-1. شوف الإعادة هنا الرحولي وبالعمري، الاثنين يتفرجوا، والكرة مرت على الوادني، وبعد ذلك تستقر برأسية وأندية طرفايا. ومن لا يعرف طرفايا هذه المدينة الهادئة والصغيرة، ونحن نتابع هذه الكرة. طرفايا المدينة الهادئة سيضغط الآن مع اقتراب نهاية المباراة، سيضغط منتخب زامبيا. انطلاقة من الجهة اليمنى، ردوا البالية بالعمري، وصلت إلى الأحرار. برافو الأحرار. اليوم يلعب في الجهة اليسرى 1 ضد 1. الرحولي يدخل، الرحولي يراوغ. هذه كرة فيها تسلل، والثالث قريب، القاضية قريبة، القاضية. نعم، اضرب الكاو. الثالث يا صابر، ياتي الثالث في هذه اللحظات. انتهى الحوار مشاهدينا الكرام. المنتخب المغربي يحسم الامور بالقاضية. نعم، الثالث مغربي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هكذا ياتي الجديد، المرتدة والانطلاقة واللمسة. الباس رائعة من بولكسوت، وختامها بهدف. اللمسة من صابر بعد الأولى للمليوي. شوف بولكسوت رائع، أنت تتوج مجهوداتك يا بولكسوت. نعم يا بولكسوت، أنت بطل من أبطال هذه المباراة. والصابر بوغرين ينهي في الشباك. 3-1. نعم، انتهى الكلام، حسمت ال3 نقاط. دخل الصابر يا بوغرين، صبرنا طويل.